السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة عايزين نناشد الفترة الجاية فترة مهمة جدا في حياة الأمهات أو السيدات اللواتي عندهم أطفال وبتودي المدارس وعندها أشغال صباحية. طب عايزين نستغل الفترة دي حلو جدا ونبدأ ننزل فيها نزول صحي وآمن ونستغل معدل حرق. على فكرة الفترة اللي جاية دي لو ركزتوا معايا في اللي أنا هقوله هتخسوا حلو قوي 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 وتجيبوا نتائج بأقصى سرعة. نعمل ايه يا دكتور الفترة الجاية عشان نخس فيها صح بطريقة آمنة؟ أول حاجة كل الأمهات اللي بتصحى الصبح علشان تودي أولادها المدارس، طبعا بمناسبة بداية فصل الدراسي الثاني أو الفترة الدراسية للأطفال أو المدارس عامة، حضرتك معدل الحرق بتاعك الصبح بيكون عالي جدا. يعني استغله. يعني يا دكتور راح اودي العيال المدرسه ولما ارجع واخلص الحاجات اللي ورايا افطر الساعه 12 واحدة الظهر، اكبر غلط. حضرتك اول ما تصحي من النوم رجاء ودي وجبه من الفطار المتكامله علشان الغده الدرقيه تشتغل معاكي كويس والحرق يشتغل معاكي كويس. بالتالي كل الدهون او كل النشويات او كل الاطعمه اللي هتدخليها جسمك على مدار اليوم هتحرق كويس، لان انت اولا فتره صباحيه فتره فيها معدل الايض عالي، وثانيا اخدت وجبه فطار متكامله. الوجبه دي شغلت كل معدلاتك الحيويه، خلت جسمك يحرق كويس. طيب يا دكتور ما انا كده هجوع كتير وهاكل كتير. كل حضرتك مسموح جدا تاكلي في الشتاء كتير، بس تاكلي حاجه مع احتياجات جسمك. بلاش تفطري الساعه 12 او 1 عشان تتغدي الساعه 7 و8 بالليل. لا، انت صحيتي الساعه 6 الصبح، ايه المانع تفطري حضرتك 6 7 8 معاكي لحد الساعه 10 الصبح، وتغدي الساعه 2 3 4 وتعشي الساعه 7 و8. ولو جوعتي بعد 7 و8 عايزه تاكلي وجبه ثانيه بالليل الساعه 10 بالليل، كلي وجبه ثانيه بس بدون نشويات، مفيش اي مشكله فيها. استغلي الفتره دي. حضرتك لو بتعملي جلسات او بتروحي الجيم فانسب فتره هي الفتره الصباحيه للحرق، لان انت فتره الصبح حرقك بيكون زياده. لو عملتي اي تمارين او اي رياضه او بتمارسي اي نوع رياضه الحرق بتاعك هيزيد اكتر، هتحرقي اكتر الاكل انت بتاكليه، وجسمك هيستفيد بكل احتياجاته على مدار اليوم. لو حضرتك بتعملي جلسات نحت القوام او اجهزه تفتيت دهون موضعيه، احسن فتره تصريف الدهون هي الفتره الصباحيه، عشان جسمك بيكون مهيئ ان هو يكسر الدهون ويصرفها والحرق عالي. فاحنا عايزين نستغل الفتره اللي جايه، ما دام كده كده ملزمين او مجبرين ان احنا نصحى بمواعيد صباحيه، يبقى نبدا ناخد وجبه فطار متكامله وناخد فيها نشويات. ما نخافش، مش لازم امنع نفسي على مدار اليوم من النشويات. اخد نص رغيف لرغيف، مفيش مشكله خالص في وجبه الفطار. لو عايز اخد رغيف في الفطار واخد معاه كمان صنفين من البروتين، جبنه وبيض مثلا، اي انواع بروتين مع سلطه، وجيت الساعه 2 او الساعه 12 اتغديت فيها وجبه فيها رز او عيش، وكمان اتعشيت الساعه 7 او 8، مفيش اي مشكله. ولو عايز اخد وجبه رابعه كمان اخد وجبه رابعه الساعه 10 11. لو حضرتك حابه تاكلي 5 وجبات على مدار اليوم، بس في وجبتين هيكون فيهم نشويات، الفطار والغداء. ال3 وجبات الزياده او الوجبتين الزياده بدون نشويات، يبقى انت كده غطيتي معدل الجوع اللي عندك على مدار اليوم. عشان بس الناس اللي بتقول لي في نهى وشراهه كبيره جدا في الشتاء، يا دكتور بنجوع اليوم كله في الشتاء. ما حضرتك بتجوعي عشان معدل الحرق في الشتاء عالي. استغلي، اضربي عصفورين بحجر واحد في الشتاء. اولا الحرق في الشتاء الصبح بيكون عالي، ثانيا انت في معدلات حيويه عاليه الصبح للحرق والنشاط زياده عندك الصبح، فبالتالي تنزلي بكل سهوله. تقدري حضرتك خلال شهر في فصل الشتاء تنزلي 10 كيلو، اسهل ما يكون تنزلي 10 كيلو. لو التزمتي باللي انا بقوله هتنزلي 10 كيلو. لو عملت شويه مجهود حركي وفطرتي واتغديتي واتعشيتي فصل الشتاء وبدري، خدتي وجباتك بدري، تنزلي كل اسبوع من 2 كيلو 2 كيلو ونص بمعدل 10 كيلو في الشهر. يعني تقدري تنزلي 20 كيلو في شهرين. تقدري تعملي كده وبدون اي ادويه وبدون اي مساعدات خارجيه. كل اللي انت عملتيه عملتي دايت، نظمت احتياجاتك ومفيش جوع ومفيش حرمان، خدتي معدلاتك الحيويه كلها وخدتي العيش اللي انت عايزاه ومارستي شويه رياضه. ولو بتعملي جلسات او بتروحي الجيم هتعملي كده، وبالتالي هتنزلي نزول صحي وامن وهتجيبي رقم كبير جدا في الشهر. استغل الفتره دي. الناس اللي بتقول لي يا دكتور احنا في الشتاء بنجوع عشان حرقك بيزيد، حرق حضرتك بيكون زياده في الشتاء، لان الجسم بيحب يعادل درجه الحراره الخارجيه بتاعت الجو عشان يتدفى، فيعمل ايه؟ فيحرق سعرات. بالتالي انت لما بتحرق سعرات بتجوع، هيدي لك احساس ان انت جعان، فتروح واكل، تروح انت السعرات اللي انت حرقتها تعوضها بسعرات اعلى منها، يخزن زياده منها على هيئه دهون، تزيد وزنك في الشتاء. يا دكتور الحرق في الشتاء ضعيف عشان كده بنتخن، المعلومه دي غلط.
الحرق في الشتاء بيكون اكتر من الصيف، وبتخس احسن من الصيف. ولو استغلتوا الفتره الجايه الامهات كلها والسيدات اللواتي عندهم شغل صباحي هيخسوا بطريقه جميله جدا. احنا حبينا بس ننبه الناس الفتره الجايه فتره جميله، والسيده او الاستاذ او الباشمهندس اللي بيصوم يوم الاثنين والخميس مفيش مشكله يصوم، ياخد الايام كلها اللي قلنا عليها فطار وغدا وعشاء، ويجي عند يوم الاثنين والخميس لو سيده عايزه تصوم تصحى بدري تصوم، بس اول ما المغرب يأذن تاخد وجبه فطار كبيره، تاخد وجبه فطار كامله متكامله. ما تقوليش يا دكتور انا خدت حاجه بسيطه وفطرت الساعه 10 بالليل، غلط. حضرتك مين اللي قال لك كده؟ جسمك عنده احتياجات، افطري اول ما يأذن المغرب، وخدي وجبه خفيفه، خدي وجبه سحور، هتخسي برضو 10 كيلو وهتنزليهم خلال الشهر. احنا حبينا النهارده بس ننوه للموضوع ده عشان الموضوع ده منتشر اليومين دول. احنا دايما بنحب نواكب الاحداث اللي حوالينا من المتابعات اليوميه عندنا في العيادات، دايما بنتناول المهام اليوميه او بنتناول القضايا اللي احنا بنواجهها على مدار الفترات، مش بنقول حاجه قديمه، لا بنقول الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. احنا حبينا نقول الرساله دي لكل الناس عشان تنزل نزول صحي وآمن. ان شاء الله المره الجايه برضه نقول معناهم فيه. شكرا.